السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العشر ايام الاولانيين عدوا هوا. كنت من كام يوم بقول رمضان بكرة، كنت بحضر لرمضان وفرحانة، والعشر ايام الاولانيين عدوا. العشر ايام الاولانيين 10 ايام الرحمة. في حديث بيقول لك رمضان العشر ايام الاولانيين رحمة، او اولهم رحمة واوسطهم مغفرة واخرهم العتق من النار. ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويعتقنا من النار، امين يا رب العالمين. ربنا يجعلني واياكم من عتقاء النار. بجد بصراحه انا الايام الحلوه بتعدي بسرعه جدا. يعني رمضان كلها كام يوم بقول انا ودعتكم خلاص. يا بخت اللي يطلع من رمضان وربنا يعني رزقه النعيم. يعني ايه النعيم اللي انا اقصده؟ نعيم الطاعه، نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا يقربنا منه، ربنا يكرمنا بكرمه، ربنا يغفر لنا ويرحمنا ويرحم الناس اللي ماتت أول رمضان ويصبر أهاليهم على فراقهم. ده الموضوع الأولاني اللي أنا حابة أتكلم فيه. الموضوع التاني، الواحد حزين على اللي حصل النهاردة. يعني الناس عايزة تقوم من النوم على خبر مفرح، على حاجة حلوة، على حاجة تسعدها. احنا بقينا في زمن بنقوم فيه على كوارث. اللي حصل النهاردة يا جماعة، من الضرب اللي حصل والحرب اللي حصلت دي خطة ممنهجة علشان يوصلوا لهدف معين. فوقوا يا رؤساء العرب، فوقوا قبل فوات الأوان، لأن دي لعبة قذرة من ناس قذرة بجد. يعني هو مقصدها حاجة واحدة بس، والله العظيم هيعرفوا يوصلوا برضه. احنا الحمد لله ربنا يكرمنا وربنا يبعد عننا الشر والأذى يا رب، ويفادي ولادنا اللي في كل الدول العربية. كل أسرة عندها عيل مسافر بره عشان يشتغل، عشان يكون نفسه، عشان يصرف على أهله. ربنا يفاديهم، ربنا يسترها معاهم، ربنا يبعد عنهم الأذى يا رب. يا رب ما تورينا فيهم حاجة وحشة بجد. النقطة التانية، الرؤساء العرب اللي ما اتحدوش وحطوا ايديهم في ايدين بعض، مش هتتأم لهم قومة. والله ما هتتأم لهم قومة. يعني انتوا لقمة سهلة قوي على فكرة، وانضحك عليكم. والله العظيم انا مش عايزه اتكلم عشان ما يقولوش انت فاهمه ايه. انا مش فاهمه حاجه، بس انا بتكلم باللغه بتاع المصطبه كده. ان الناس ما اتحدتش وبقت ايد واحده في الوقت ده هنتبلع. مش هنتبلع، ده احنا كده بالشليمون شفطنا. ففوقوا بالله عليكم، فوقوا. ما بيدفعش الثمن الا اولادنا، ما بيدفعش الثمن الا شعبكم. الناس اللي بتموت ديت هتسألوا عنها. شوف تخيل انتوا فرحان، كل واحد فرحان ان هو رئيس جمهورية. ده انت شايل هم يعني ما يتوصفش. لما يكون في رقبتك كام مليون وتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى تتحاسب عن كام مليون دول، يبقى انت في نعمة ولا في نقمة؟ ان ما عملتش الصح هلكت دنيا وهلكت آخرة يا جماعة. كشعوب بقى، كشعوب وكأفراد عايشين في الدول دي، عايزين نرجع لربنا شوية، عايزين نصلي ونستغفر ونتوب. واللي بيعمل حاجة غلط يبطل، اللي بيشرب خمرة يبطل، اللي بيكلم بنات وبيمشي مع نسوان وبيعمل حاجة حرام يبطل. بطلوا والجأوا لربنا علشان الوقت ده صعب. وبكرة طول منادى قالت، لأنها هي هتيجي تدريجي، يعني هتيجي واحدة واحدة. يعني كنا من كام شهر كانت إيران مش عايزة أتكلم عشان ما يقولوش أنت بتتكلمي في السياسة. بس اللي أنا شايفاه إن هو ضرب من تحت الحزام دلوقتي، بس بعد كده هيبقى على عينك يا تاجر. تمام؟ فبالله عليكم اتحدوا واستغفروا ربنا والجأوا لربنا وصلوا وتوبوا إليه، علشان اللي احنا فيه من كتر المعاصي والذنوب. لو كل واحد خاف من ربنا وعمل الصح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، مش هنبقى في المهازل اللي احنا فيها دي. مش هيحكم علينا ناس تضيعنا علشان قرارات هما بياخدوها عشان مصالحهم. فانتوا لازم تفوقوا، الشعوب كلها لازم تفوق، الناس كلها لازم تفوق. ارجو من الناس اللي بتسمع الفيديو بتاعي ده شيروه، انشروه على اي مواقع. انا مش خايفه، وبعدين انا ما اتكلمتش في حاجه، بس انا بقول اتحدوا، بقول خليكم ايد واحده. خلينا قلبنا على قلب بعض عشان نعرف نعدي الازمه دي، لان احنا في ازمه. وادعوا للناس اللي قاعده في الغربه يا جماعه، لولادنا اللي قاعدين في الغربه. يا رب يا رب يسترها معاهم ويفاديهم. يا رب يفاديكوا يا ولادنا، يا رب اللهم امين.
و الله المستعان. السلام عليكم.